عاوزك بقى تحكي لنا عن تجربتك، يعني انت جيت ازاي هنا ايطاليا؟ زي ما يجوا الناس الكل على البحر. على البحر. ايوه. مركب وركبتها، حد دفعت له فلوس مقابل ان هو يخليك تركب مركب؟ زي ما نقول احنا معرفة، دفعت للراجل وطلعت. قعدت قد ايه في البحر؟ قعدت يوم ونص. يوم ونص. يوم ونص. وكان المركب فيها كام شخص بقى؟ رابط 25 واحد. 25 شخص في المركب؟ 25 شخص. ده كده كان حد متوصي بيك؟ ده بيبقى اكتر من كده بكتير كمان. دفعت قد ايه تقريبا عشان تسافر؟ زي ما احنا باليورو. متوسط يعني باليورو 1000 يورو. 1000 يورو. 1000 يورو 1500 يورو كده. يعني خلال الرحله بقى في اليوم ونص ده، احكي لي بقى تفاصيل الاحداث. لما طلعت، على اول ما طلعت ما كانش فيه لا ريح لا مطر، لو كانت الدنيا هاديه. تشوف الا السماء وبحر ومعاكم الثالث ربنا. الله. ده بس. بعدين لما عملنا كده 3 ساعات في البحر 4، بدأ الدنيا تخبط بالمطر بالريح، الدنيا مظلمة خالص. عشان تعمل ده كله لازمك قلب. ده انا الموت جايلي وانا بشوف فيه. أيوة. كنت مبلول بكلي، مش عارف اعمل ايه، بكلي ملح، مش عارف اقعد، عاوز اعرف امتى اصل بس. عاوز اعرف امتى اصل بس. ده كل اللي انت بتفكر فيه اللي هو يا رب اوصل يا رب اوصل. لما وصلت بحمد ربنا اللي انا عايش. بحمد ربنا اللي انا عايش. ده بس. ده احمد ربنا اللي انا عايش. وانت بعد اليوم ونص انت وصلت على طول فين بالظبط؟ يعني المنطقه اللي انت نزلت فيها اسمها لامبيدوزا. هل حرس الحدود مثلا شافوكوا او حاجه ولا؟ لا حرس من تونس، لا حرس من ايطاليا. احنا دخلنا زي ما نقول احنا البورت بايدينا، وهم جونا اخذونا. بس لما جولكوا ايوه واخذونا في المينا. المينا بتاعت مدينه ايه؟ لامبيدوزا في ايطاليا. ده حته صغيره في زي جزيره او حاجه زي جزيره في تبع ايطاليا. لكن فيها ناس وعايشين. واول ما نزلتوا سلمتوا نفسكم الى غفر السواحل او حاجه زي كده؟ هم جوا اخذونا من المينا. اوكي. لما نزلت مش قادر اتحرك. احمد ربنا على اللي انا النهارده اللي انا عايش ومواصل حياتي هنا. انت كنت بتقول انت كنت مسافر انت لوحدك ولا كان معاك حد؟ كان معايا واحد صاحبي عرفته كده معنا في الطريق. ونزل. هو خايف. مشي خايف. خايف من البحر. انا قلت له مش خايف، انا يا بصل يا بموت في البحر. هو رجع خلاص ما كملش. نزل من المركبه وراح على نفسه بعد ما دفع الفلوس وبتاع. خلاص رجع قرر مش عايز حاجه، انا مش عايز اموت. ما انا قلت لك عاوزها راجل ابن راجل. راجل ابن راجل. صحيح. عشان تعمل حاجات دي. ايوه. ما انا قبل سنتين لا كنت بتكلم ايطالي، انا جيت بقالي على ال 18 6 شهور. قعدت 3 شهور بحذا. انت دلوقتي حاليا عندك كام سنه؟ انا عندي هلا 19 هتم ال 20. ما شاء الله ما شاء الله. جيت 17 وشويه. فاضل لي 6 شهور على 18. فاهم ازاي؟ اوكي. بعدين قعدت بحذا ابن خالتي وناس بعرفها وجيت هنا الروما. بقالي 4 شهور بالضبط. 4 شهور في روما؟ 4 شهور على السنه تم ال 18. عشان تم ال 18. في 4 شهور دول عملت ورقي كله. والله قننت اوضاعك ايوه. رحت لكذا فاميليا زي ما يقولوا هنا. الناس بتعمل لك ورق واحد كله. ظبطوا لي الدنيا الكل والحمد لله. اوكي الحمد لله ما شاء الله. حطيت حاجه في دماغي اللي انا يعني عاوز اصل حاجه. عاوز اتعلم عشان ما بيضحكش عليا ده وده وده ده. وتعلمت اللغه؟ تعلمت اللغه ايطاليه. الانجليزي ده متعلمنه من ريستورانتي. عشان شايف المطعم. ايوه عشان شايف الناس بتحكي وانا لا. انا ناقصني في سنه بس كونت نفسي. انا كلمه هلو ما كنتش بعرف اقولها. والله اقسم بالله. ما شاء الله. كنت بقعد ورا الناس. احفز نفسي عشان اتحدث مع الناس، اتكلم معاهم، اعمل موضوع. عشان هي ما بتجيش غير بالممارسه. طول ما انت قاعد بتقرا في كتب، مش هي الممارسه هي كل كلمه تاخدها من واحد عادي تفسرها بالوقت، تفسرها بعدين نورمالي. فاهم ازاي؟ ده لازمك. عاوز ايه توصل في حياتك؟ تكون عندك الرغبه وتواصل اللي انت عاوز توصل للحاجه دي. وانت من وانت في تونس كنت حاطط هدف في دماغك انت عاوز تجرب؟ انا زي ما قلت لك في تونس والحمد لله ابويا عنده فلوس وامي عندها فلوس ومش عاوزيني. فاهم ازاي؟ عاوز تعتمد على نفسك. انا عاوز اعتمد على نفسي.
ناقصني ايه عشان ما اعملش لنفسي أيوة. زي ما قلت لك في الحياه ديت ربنا ودعاء امك وانت تشتغل كتافك اللي يجيب. صحيح. ده اللي يجيب. عاوز لازم تكون راجل عاوز تاخذ المواقف كراجل زي ما خدها ابوك واللي قبله واللي قبله واللي قبله صحيح. وتوصل وهي حياتك. بالسعي انت بتحاول تسعى وبتجرب لازمك تسعى، لازمك مش تسعى مش لازمك تسعى. ايوه صحيح. انت عاوز تسعى. هنا في الغربه ديت هتلاقي الا نفسك. انا وصلت مرات ما لقيتش ولا فلوس، لكن الحمد لله ما طلبتش من ولا واحد عشان انا عارف اجيب فلوس. بالظبط. لازمك تجيب فلوس عشان وما تخليش عيلتك بتعرف عنك حاجه. اللي انت تكون بقى ايه الحمد لله وبس. يتصلوا بيك الحمد لله حتى وانت مش واكل، حتى وانت مش تطمنهم عليك حتى وانت نايم. أيوة. حتى وانت نايم برا. اهم حاجه هم يطمنوا عليك. انت ما تشيلش ان اهلك هم ان هم يناموا هيقعدوا يفكروا فيك. برافو. ما خليك راجل. عيش وانت راجل. خليك الو الحمد لله وواصل حياتك. عشان ايه زي ما قلت لك في الدنيا ديت خلي ايمانك بربي اكتر من كل حاجه. ما تخممش معناه ما تفكرش في المستقبل عشان هيجي بنفسه. انت لازمك تسعى وبس. والله يعني حد جميل والله بجد. انت تنصح بقى ان حد يخوض نفس التجربه ولا ايه رايك في اللي عاوز يجي دلوقتي؟ اللي عاوز يكون راجل يعمل ده. اللي عاوز مش عاوز ابوه يعتمد على ابوه وعلى امه وعلى فلوس ده وده وده. تعال اعمل بنفسك. تعال حارب بنفسك وبس. ما تقوليش انا قاعد في مصر عشان الاقي اهلي. ما كده كده الناس هتموت. ما تعرفش على يمكن ابويا وامي بكره يروحوا ولا امك ولا عشان تبقى لحالك. اكيد. انت اتولدت لحالك هتموت لحالك. يعني صحيح. تصنع لنفسك مستقبل وبس.